آه نقول لك سلام. الله يسلمك. الحمد لله قضيت وقت ممتع معاك، وده من أحلى السفريات اللي سافرتها في حياتي. قضيت وقت كويس قوي وكنا قريبين من بعض قوي، وده عشت حالة حب معاك، حب في الأخوة. متعتني بصراحة. إن شاء الله تتعوض تاني ونرجع تاني ونتقابل قريب بعون الله وما تتقطع. وانت حطيت فكرة في دماغي يعني. فكرة إن شاء الله الحج، ربنا يكرمك وتطلع تحج بعون الله ونكون صحبة يا رب إن شاء الله. مفيش تغيير خالص في الحياة الأمريكية، هي نمط ماشيين عليه على طول. الأمور ماشية كويس، وأنا ما باجي بتأقلم معاهم وبعيش حياتي كأمريكاني يعني الحمد لله. والقرى الأمريكية قال لي يعني هي بتتقدم بسرعة ليه بقى؟ عشان هما بيتبعوا نظام وسيستم زي الكمبيوتر بالظبط، بيعملوا كل حاجة صح. مفيش تجاوزات، مفيش مجاملات، كلهم شبه بعض. هنا النادي الكبير والنادي الصغير كله شبه بعض. المدربين بيروحوا الكليات والمدارس وبيشوفوا الناس الصغيرة، بيتابعوهم. اللي بيبقى عنده بصيص من الأمل إن هو يبقى لاعب كويس بياخدوه يدربوه يكملوا معاه لغاية ما ياخدوه بعد ما يخلصوا الكلية، ياخدوه النادي بقى وبيعملوا عقد معاه كويس. الكرة ماشية في تقدم. احنا بس في مصر اللي بنتأخر عشان ما فيش، بصراحة عشان ما فيش عدل، وهم ناديين بس اللي بيتميزوا في مصر، وداخل معاهم كمان نادي جديد اسمه فيوتشر. وجودك في أمريكا اللي انت تبقى بعيد عن مصر وتبدأ ترتب حياتك ذهنيا وطريقة تفكيرك. طبعا هو انت عارف لما باجي امريكا بيبقى في زي الميموري بيتمسح وبيتملى تاني، بيتملى ميموري جديد، ميموري بنظام معين وحياة جديدة. بس للأسف لما بننزل مصر بكل شيء بيتغير. طب تعالى هنا بقى عشان ايه ده اوضتك، واحنا يعني عاوزينك ترجع لنا ان شاء الله في شهر 7 في عيد ميلادك نقضيه سوا ان شاء الله بعون الله. انا يعني مش بحبك عشان انت اخويا، انا بحبك لانك بركة. الله يبارك في عمرك يا رب ويوفقكم، وبشكرك وبشكر مراتك وبشكر عيالك على الاستقبال وحسن الاستقبال والحياة الممتعة اللي عشتها معكم. شكرا. وانت جاهز اهو ان شاء الله الى الطريق. ربنا يخليك. شكرا يا عبد. شكرا. تعالى جنب بعض كده. طب كده هي مش انت لازم اعمله كده طبعا، مش شايفين ايه اللي موجود. ماشي. باي يا عبدو. ما بسيبك. اتصل بينا. باي باي.